طيب ليه الكلام الكتير عن الحاجة اللي أنا بحلم بيها أو الهدف بتاعي ممكن يضرني؟ في دراسة نفسية أثبتت إن أنت لما تتكلم عن الهدف بتاعك وتشاركه مع الناس، عقلك في الباطن بيعتبر إن هو خلص، وده بيديك راحة وهمية تقلل من حماسك وإن أنت تكمل الطريق أو حتى تبتديه. وده ليه؟ لأنك خدت الإشباع النفسي اللي كان المفروض تاخده من النتيجة مش من الكلام. اول ما الناس تقول لك برافو، دي فكره حلوه، ده حلم جميل، وانت اصلا لسه ما بداتوش، بتحس ان انت وصلت، ولكن الحقيقه انت لسه اصلا ما بداتش. طب ايه هو خطر مشاركه حلم مع الناس؟ ببساطه كده، مش كل الناس تستاهل انها تسمع حلمك. الناس طبعا مش قاصدين ان هم يأذوك، ولكن بيحبطوك بطريق غير مباشر من غير ما انت تحس اصلا، او في شعورهم اللا ارادي بيحسوا ان انت هتسبقهم، فلذلك بيحجموا الفكره عشان هم يطمنوا. طيب هل ده معناه ان انا ما شاركش حلمي ولا هدفي ولا فكرتي مع اي حد؟ لا طبعا، لكن شارك الحلم مع الناس اللي فهماك، مع الناس اللي قريبة منك، مع الناس اللي فعلا هتدعي لك ان انت توصل للحلم ده. ولما تختفي فترة عشان انت مركز على حلمك